جديد من برنامجكم ديجي سبور. المنتخب الوطني المغربي يجدد تفوقه على إفريقيا الوسطى، وذلك بعد انتصاره على نظيره إفريقيا الوسطى برباعية نظيفة لحساب الجولة الرابعة بعد خماسية نظيفة في الجولة الثالثة، وذلك على أرضية الملعب الشرفي لوجدة. وهذا ما سنناقشه في هذا العدد رفقة الزميل الإعلامي إبراهيم الحداد معنا من هناك من مدينة الدار أو الرباط عفوا. أهلا بك إبراهيم وشكرا على قبولك دعوة ميديا. أهلا بك أخي منصف، تحية إليك وتحية إلى جميع المشاهدين الكرام. إذا إبراهيم أهلا بك. كما قلت المنتخب المغربي جدد تفوقه على إفريقيا الوسطى برباعية نظيفة في سهرة استمتعت بها الجماهير الوجدية ومختلف الجماهير الأخرى من مختلف مناطق المملكة، ما يؤكد تفوق المنتخب وعزز صدارته للمجموعة الثانية ضمن تصفيات كان المغرب 2025. كيف تابعت أطوار هذه المواجهة اليوم؟ وكما نعلم أولا أن منتخب إفريقيا الوسطى ليس بذلك المنتخب القوي أو الذي يمكننا أن نعتبره كمعيار لتحديد قوة المنتخب الوطني. يعني المباراة كانت شهدت سيطرة كاملة للمنتخب الوطني المغربي. العناصر الوطنية يعني قدمت لقاء جيد، قدمت مباراة يعني كبيرة جدا، بل وكانت يعني على استطاع لتحقيق مجموعة من الأهداف أكبر يعني من رباعية. المنتخب الوطني توفر على نجوم العالم. يعني طبعا انك تلعب مع منتخبات في التصنيف اكثر منتخب يعني منتخب افريقيا الوسطى تصنيفه 128 على المستوى العالمي، يعني شيء اكيد ان المنتخب الوطني سيحقق هذه النتيجه في مباراتين. يعني لما يعني كما فاز في المباراة الأولى بخماسية الآن برباعية، هذا يدل على أن المنتخب يعني عادي جدا، لا يتوفر على التركيبة البشرية اللازمة لمقارعة منتخبات بحجم المغرب. كانت السيطرة واضحة، كانت تعليمات للمدرب وليد الركراكي يعني تلقاوها اللاعبين بشكل جيد، مما مكننا بالفوز برباعية يعني بفوز مقنع وعريض في مباراتين على التوالي. نعم إبراهيم، من خلال كلامك يعني هل يمكن الاعتبار أن هذه المواجهة أمام خصم كإفريقيا الوسطى ليست بذلك المقياس الحقيقي لنجاح الهجومية والنهج التكتيكي لوليد الركراكي، خصوصا في ظل هذه الغزارة التهديفية في الجولتين الثالثة والرابعة؟ وطبعا كلام سأقوله يعني هو هذه المباراة ليس بمعيار، يعني أكررها. حتى لو لم يكن وليد أو كان مدرب آخر، مباريات مثل هذه نظرا للتركيبة البشري التي نتوفر عليها سنفوز من خلالها. يعني يستحيل أنك تملك نجوم العالم، عندك عبد الصمد الزلزولي الذي عاد وبقوة منذ يعني دورة الألعاب الأولمبية الماضية، عندك إلياس بن صغير يقدم مستويات عالية وعالية جدا، عندك يعني عز الدين أناحي دينامو خط الوسط، عندك سفيان امرابط يعني هز الدفاع على كتفه كما نقول بالدارجه المغربيه. منتخب يعني افريقيا الوسطى منتخب حاول، بل وكان خطير في العشرين دقيقه الاولى، حاول ان يسيطر، حاول ان يدافع، لكن كم ستدافع امام المد الهجومي القوي للمنتخب الوطني المغربي؟ صحيح ان لمسه الناخب الوطني وليد الركراكي كانت واضحه في كثير من الاحيان. الناخب الوطني الركراكي وجه تعليمات بالنسبه للاعبين، وجه تعليمات يعني خوفا من الانتقاد اللي تلقاه في مباراه ليسوتو الماضيه حينما سجل هدفا واحدا وتلقى انتقادات واسعه على وسائل التواصل الاجتماعي. الكتيبه الوطنيه ادت المهمه بنجاح، ما كانش واحد يعني واحد الانانيه، ولو اننا شاهدناها في نهايه اللقاء بين مجموعه من اللاعبين. يعني كانت الفاعليه، كانت رباعيه، كانت خماسيه، لكن نؤكد ان هذه المباراه ليست بالمعيار، ولا هي ولا مباراه الغابون ولا مباراه ليسوتو، لان دائما ما نشاهد المنتخب المغربي يبدع ويمتع في مثل هكذا مباريات، لكن في مباريات رسميه امام منتخبات الصحوه، امام المنتخبات المتمرسه في القاره السمراء، نشاهد العكس. هذا ما لا نتمناه، ولكن مباراه افريقيا الوسطى تبقى مباراه عاديه جدا وليست بمعيار للكتيبه الوطنيه. نعم إبراهيم، نبقى في هذه المواجهة على حساب الجولة الرابعة كما قلت من تصفيات الكان. ما تعليقك على تمسك وليد الركراكي بنفس الخيارات ونفس الأسماء مقارنة بلقاء الجولة الماضية، باستثناء يعني بعض التغييرات الطفيفة كالتغيير الاضطراري لمنير المحمدي مكان ياسين بون المصاب، وكذلك أنه بدأ بيوسف نصيري مكان الكعبي على عكس المباراة السابقة؟ والله العظيم يعني انا دي مساله اشرت لها قبل قليل بانه هذا امر ما كانش يكون. هي مباريات رسميه لكن بطابع ودي. كان يجب يعني
تغيير بعض اللاعبين، اشراك بلال الخنوس اساسي، اشراك امين عدلي اساسي. صحيح انه ما بقاش وقت كثير لنسخه كاس افريقيا المقبله، لكن وجب تجريد بعض اللاعبين، وجب منح الفرصه، خصوصا ان المباراه غير مصيريه، التاهل يعني في جيبنا مضمون. نلعب امام منتخبات عاديه جدا، ما فيها باس نعطيهم فرصه لبعض اللاعبين لاثبات وجودهم واللي معرفه يعني فعاليتهم اذا لعبوا اساسيين. كثيرا ما نشاهد يعني بلال الخنوس ونشاهد امين عدلي يلعبون فقط كاحتياطيين عند الدقيقه 60 او 70، لكن لا نشاهدهم من منذ انطلاق المباراه، وهذا ما نود نحن ان نعرفه، لان كما تعلم اخي منصف ان مجموعه من اللاعبين لا ما يعطيوكش يعني الكل اذا لعبوا احتياطيين، لكن لما نعتمد عليهم منذ بدايه اللقاء نشاهد نسخه مغايره تماما. وهذا ينطبق على بلال الخنوس. شاهدنا بلال الخنوس في دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه حينما كان يعتمد عليه الناخب الوطني طارق السكتيوي كاساسي في تشكيلته. شاهدنا نسخه يعني مميزه من بلال الخنوس لاعب ليستر سيتي، لكن حينما يلعب مع المنتخب الوطني الاول تحت قياده وليد الركراكي صحيح نشاهد لاعب صاحب مهارات عاليه، نشاهد تمريرات ساحره، نشاهد اداء رفيع، لكن لا نشاهد ذلك الاداء الذي يمكننا ان يعني كما رايناه في الاولمبياد، او كما رايناه مع الفريق ديالو يعني جينك الماضي، بحيث انه لم يدخل بعد في التشكيله الاساسيه لفريق ليستر سيتي بحكم انه كان من الصفقات الاخيره في الميركاتو الماضي. تعقيب عندي يعني الان هو انه خط الدفاع، نرجع للائحة، كان يجب الإبداع على مستوى خط الدفاع، كان يجب التنقيب على مواهب على مستوى الدفاع، لأننا نعاني على هذا الشق كثيرا، خصوصا وأننا في مرحلة جديدة، مرحلة ما بعد سايس، ومرحلة يعني ما بعد ذاك خط الدفاع التقليدي. كاين شادي رياض لكن مع الاسف مصاب، جمال حركاس لم يؤدي بشكل جيد. مفاجاه يعني هذه المباراتين هو يوسف بالعمري، لكن اؤكد انه يعني ما نحكموش على هذه المباراه. اللاعب قدم اداء مقبول، لكن سنشاهد في حال ما تم المنادات عليه في المباريات المقبله التي ستكون امام خصوم من المنتخبات الصحراء. لكن إبراهيم، يعني بذكر هذا الثنائي المحلي بالعمري وجمال حركاس، كانت هناك يعني تفاعل إيجابي من جانب الجماهير المغربية، خصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والإشادة بأداء الثنائي بحكم أنه الظهور الأول، مباراة رسمية، حمل يعني قميص يعني مهم ومسؤولية صعبة كقميص المنتخب الوطني الأول. على أي يعني كانت هناك العديد من الإيجابيات، والثنائي ظهر بشخصية يعني ثابتة وتركيز عالي، وانسجم يعني بشكل مباشر ضمن المجموعة. أخي منصف، هذا هو الشيء الإيجابي في الناخب الوطني وليد الركراكي، دائما ما يمنح الفرصة للاعبين، وهذا الشيء إيجابي بالنسبة لجميع لاعبي البطولة الاحترافية. مفاده يعني رسالة واضحة من الناخب الوطني وليد الركراكي بأنها لجميع لاعبي البطولة، إذا لعبت يعني ستأخذ فرصة، الفرصة آتية لا محالة. وهذا ما شاهدناه مع جمال حركاس ويوسف العمري في هذا التوقف، وهذا ما شاهدناه حتى في المونديال حينما أتيحت الفرصة ليحيى عطية الله واللي يحيى جبران، يعني لعبوا المونديال يعني اكبر مسابقه على المستوى الدولي. لاعبي البطوله الوطنيه مع الاسف في السنوات الاخيره شفنا واحد التراجع كبير، لكن حينما تظهر بعض المواهب او بعض التقنيات التي لا نراها في بعض اللاعبين الذين يمارسون في القاره الاوروبيه، هنا وجبت المناداه على جميع اللاعبين الذين تتوفر فيهم الشروط والذين يحظون باشاده الجماهير، لان الجماهير وجب ان احترام ذكائهم. الجماهير تعبر عن رغبتها في مشاهده يعني لاعبي البطوله الاحترافيه، لكن هنا يظهر ذكاء الناخب الوطني وليد الركراكي. لكن لا يجب إبراهيم استسمح، لا يجب الاستسلام لضغط الجماهير، فهناك يعني فئة عريضة من الجماهير تحكم عليها الانتماء، خصوصا تفضل لاعب بحكم انتمائه لنادي مفضل أو غيرها من الأمور الأخرى، والناخب الوطني هو المسؤول يعني الأوحد على اختياراته، وهو المسؤول على النتائج. يعني أخيرا أو مؤخرا كانت هناك يعني بعض الخيارات كاختياره للاعب أوناحي رغم غياب التنافسية في ظل المشاكل التي كان يعاني منها من أولمبيك مارسيليا، انتقادات يعني شديدة اللهجة من الجماهير بين قوسين في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن المدرب يعني آمن بقدرات أوناحي، وكان
يعني الرد يعني مباشر من جانب أوناحي خلال تألقه أمام إفريقيا الوسطى ذهابا وإيابا. هنا سأتحدث عن نقطتين أخي منصف. صحيح آه. أن الجماهير تشكل ضغط كبير، بل وحتى بعض وسائل الإعلام أضحت تشكل الضغط مثل الجماهير. هنا مباريات يعني رسمية لكن بطابع ودي. المنتخب الوطني ضامن للعبور بحكم أن نحن من سنستضيف النسخة، لكن حينما تأتي بلاعبي البطولة وترضخ لضغط الجماهير غتحيد عليك اللوم يعني ستمنح الفرصة لهذا اللاعب، والجماهير التي اختارته ستراه. وهذا ما حدث مع عبد الرزاق حمد الله في المونديال. لو نعود قبل سنتين الجميع يتحدث نريد حمد الله نريد حمد الله. مع انتهاء المونديال الكثير يعني قالوا مستوى حمد الله عادي، ليس بذلك المستوى الذي نشاهده في الدوري السعودي، ليس بذلك المستوى العالي الذي كنا نظنه. لذلك ذاكرة الجماهير قصيرة وقصيرة جدا. وكما قلت أخي منصف بأنه هنا تظهر حنكة الناخب الوطني وليد الركراكي في تحمله للمسؤولية الكاملة. ذاكرة الجماهير كما ذكرت قصيرة جدا. أناحي قدم أداء رفيع جدا، يوسف النصيري كذلك، لكن في حال مرور فترة فراغ الجميع يقول بأنه هذا اللاعب يعني غير صالح للمنتخب الوطني، هذا اللاعب نعم، يعني وزلزولي سننسحب. وزلزولي هو خير. نعم، وزلزولي خير دليل على ذلك. يعني كانت هناك انتقادات شديدة اللهجة خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس، لكن زلزولي الآن أضحى يعني من بين الأسماء المتألقة والتي يعول عليها النخب الوطني، وكذلك التي نالت إشادة كبيرة من الأنصار. صحيح أخي منصف. على ذكر دورة الألعاب الأولمبية كانت مهمة جدا لمجموعة من اللاعبين، من بينهم النجم الأول الآن إلياس بن صغير. بن صغير يعني عادت يعني المشاركة ديالو في دورة الألعاب الأولمبية، بل حتى الزلزولي هذا الثنائي يعني اللي كان بن صغير لم يكن واضح، لكن الزلزولي كان في فترة فراغ منذ نهاية الموسم المنصرم. للحديث عن الزلزولي يعني لاعب اللي مجتهد، لاعب اللي قدم اوراق اعتماده للمدرب الشيلي مانويل بيليغريني. بل مجموعه من التقارير الاعلاميه الاسبانيه خلال الميركاتو الصيف الماضي كانت تشير الى ان الزلزولي وجب يعني الاستغناء عنه. الزلزولي ليس بذلك اللاعب الكبير الذي يعني وجب نعتمد عليه في المباريات، يعني نستدعيه في المنتخب الوطني ويلعب مع كبار المنتخبات العالمية. لكن الزلزولي عمل واجتهد وأبان على مستوى عالي وتلقى دعوة النخب الوطني وقدم مباريات كبيرة. لذلك لا يجب علينا الحكم على اللاعب من خلال شهر أو شهرين من فترات الفراغ. يوسف النصيري صح أنه لاعب مهاري جدا، لكن يمر من فترة فراغ صحيح. لكن أنت تلعب مع مورينيو يعني من نادي فنرباتش التركي، اشترى النصيري من اشبيليه ب 20 مليون اورو. هل هذا النادي غبي؟ هل اداره النادي غبيه؟ لا طبعا. اللاعب يمتلك من المقومات ما مكنه يعني من تحطيم اكبر يعني صفقه في الدوري التركي. ونحن على يقين انه سيعود تدريجيا اللاعب، لان كما نعلم ان المهاجم حينما لا يسجل ولو في مباراتين على التوالي يدخل مرحله الشك ويدخل مرحله الفراغ، وهذا عدو المهاجمين بالطبع. يعني الانتقادات أمر عادي في عالم كرة القدم، والأهم هو أن كل مدرب يجب أن لا يستسلم لذلك الضغط ويحافظ على تمسكه بنفس اللاعب. لما لا؟ يعني كما قلت نصيري أحيانا ينال بعض الانتقادات الكبيرة، لكن المدرب واثق من قدرات اللاعب. وكما قلت يعني من خلال كلامك فهو لاعب يتوفر يعني قدرات هائلة، بحكم أن التألق الأخير لنصيري في الدوري الإسباني أمام إشبيليا، حيث أضحى من بين الهدافين التاريخيين للنادي، وكذلك بعد انتقاله لفريق يقوده مدرب يعني بقيمة جوزيه مورينيو الذي يعرف الكثير والذي يعني احتك بمختلف نجوم العالم سواء في ريال مدريد أو انتر ميلان، يعني ما يجعل هذه الصفقة لديها العديد من الإيجابيات. نبقى يعني في الجانب الإيجابي، وذكرت إلياس بن صغير، يعني ما تعليقك على تألق هذا اللاعب الذي فتح باب التسجيل اليوم بتألقه من خلال ثنائية خلال المواجهة؟ وإلياس بن صغير يبقى من المواهب يعني التي يجب أن نستفيد منها على المدى الطويل. نحن في حاجة للاعبين مثل إلياس بن صغير. نقدر نقول لك بأن بن صغير مشروع لنجم المنتخب الوطني في مونديال 2030. لاعب يتوفر على مقومات عالية، لكن وجب العمل عليها، وجب الاجتهاد، لأنك تلعب
في الدوري الفرنسي في نادي بحجم موناكو الذي خرج عدد كبير من المواهب ومن اللاعبين، من بينهم برناردو سيلفا الذي يلعب في مانشستر سيتي، من بينهم كيليان مبابي النجم الاول في عالم كره القدم، من بينهم العديد من اللاعبين الذين لعبوا لصالح نادي موناكو، من بينهم كوادرادو الكولومبي، من بينهم يعني رادمير فالكاو، من بينهم عدة لاعبين يعني. لهذا الياس بن صغير اضحى النجم الاول بالنسبه لي في هذا التوقف الدولي مع المنتخب الوطني. تمريرات صحيحه، ما كاينش غياب، يعني غياب تام للانانيه، يصنع الفارق في لحظه من الزمن، يسجل الاهداف، يصنع الفرص. بن صغير مكسب كبير للمنتخب الوطني بكل صراحه، وهذا امر كنت متاكد منه منذ دوره الالعاب الاولمبيه الماضيه. وبعدها يعني بعدها باسابيع قليله تمكن من الحصول على افضل لاعب بنادي موناكو لشهر 8 الماضي. بن صغير كما ذكرت هو مكسب، وجب الحفاظ عليه، وجب يعني تقديم له كل الدعم وكل الارشاد من اجل يعني الذهاب خلال المواسم السابقه لانديه الصحوه ولأندية ستساهم في تطور مستواه وليس العكس. بصراحة لا أتمنى أن يحدث معه ما حدث مع أوناحي كان النجم الأول للمنتخب المغربي في مونديال قطر الماضي، لكن الآن وضعه مع نادي مارسيليا يعني تأثر سلبيا بشكل كبير. ما كانش كنشوفوا ديك أوناحي يعني، ولو أن أوناحي بقميص المنتخب الوطني لاعب كبير جدا، لكن أنت تلعب في نادي باراتينايكوس اليوناني لا يحظى بشعبية ولا يحظى بمتابعة بالنسبة لنا كمغاربة أو للمستوى الدولي. طبعا انتقال أوناحي ولو أننا غيرت الموضوع من بن صغير الأوناحي، ولكن لا لا يبقى لا بنفس عادي لا السياق. عادي. أوناحي يعني كما نعلم انه غير الانتقال ديالو لمارسيليا كان مؤثر يعني بشكل كبير، كما نعلم بانه انا شخصيا اتابع التقارير الفرنسيه في كل يوم. الاعلام الفرنسي يشكل ضغط كبير على اللاعبين، يعني لو لم تكن مثل حكيمي لا تقترب من الدوري الفرنسي، لان التقارير الاعلاميه التي تنتقدك ستنهال عليك بشكل كبير، وشخصيه اللاعب هنا تلعب الدور الاكبر. كما نعلم ان امين حارس قدم بداية موسم كبيرة جدا، ولما تذهب للتقارير الفرنسية وللإعلام الفرنسي ماذا يقول ستجد أن حارث لا يستحق، حارث لاعب عادي جدا. اليوم صباح اليوم قالوا بأن مشاركة حارث في مارسيليا أضحت أساسية بسبب إصابة باركولا مع المنتخب الأرجنتيني. يعني أنت لاعب قدمت بداية موسم رائعة، ساهمت في 5 أهداف، ويقولوا لك ستصبح أساسي نظرا لإصابة باركولا. لماذا كل هذا يعني؟ هنا يعني هذو رسائل اللي باقي اللاعبين من بينهم بن صغير. بداية مشوار في الدوري الفرنسي مميزة جدا، لكن وجب الانتقال خطوة بخطوة نعم. نحو الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، لأن حتى الدوري الإيطالي خطر على اللاعبين، خطر كبير كما نعلم صديقي. وهذا ما شاهدناه مع أمير ريتشاردسون، من لاعب يتحدث عنه الجميع للاعب لا نسمع عنه شيئا في ظرف شهر فقط. يعني لا يلعب مع فيورنتينا، لا يتم استدعائه، دقائق قليله اللي يلعبها. وكيل اعمال ريتشاردسون اضحى يبحث له على اعاره خلال الميركاتو المقبل. يعني انت عندك لاعب اتى للفريق كنجم، في اسابيع قليله يبحث عن اعاره، لا يمكن. لذلك يبقى الدوري الاسباني والدوري الانجليزي هما الخيار الامثل للمحترفين المغاربه، والتاريخ يحكي ذلك مع مجموعه من اللاعبين. نعم يا إبراهيم، يعني نتمنى أن تكون يعني اختيارات الدوليين المغاربة في مصلحتهم وفي خدمة للمصلحة العامة للمنتخب المغربي في قادم الاستحقاقات، خصوصا أنه النسخة القادمة من الكان كما تعلم فهي في بلادنا، وهي مطلب جماهيري للجماهير المغربية المتعطشة لرؤية المنتخب مرة أخرى في منصة التتويج في هذه البطولة القارية الغالية. نبقى في المكاسب وفي المواهب الصاعدة. كانت هناك يعني بعض الدقائق وفرصة من جانب الناخب الوطني للاعبين بالحيان وكذلك الصحراوي. ما رأيك في اختيار يعني أولا للصحراوي لاعب مؤثر، موهبة صاعدة رفقة في الدوري الفرنسي، الآن اختار المغرب على حساب النرويج، وها هو اليوم يدخل ويلعب الدقائق الأولى بقميص المنتخب المغربي. والله العظيم السياسة الحالية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ولا للسيد الناخب الوطني وليد الركراكي هي سياسة ناجحة جدا،
ومنح الفرصة لأكبر عدد من المواهب سيعود علينا بالنفع، لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الدولي. طبعا تمثيل المغرب هو شرف لجميع اللاعبين، تصنيف عالمي متقدم جدا، انهاء للمونديال السابق في المركز الرابع، هذو امرين يخليوا اي موهبه تختار المغرب بدون منازع. طبعا هو شرف لجميع اللاعبين وهو مكسب لنا، يعني نحن جميعا مستفيدين من هذا الامر هذا. انا بالحيان والصحراوي يعني مواهب يعني لامعه. الصحراوي يقدم مستويات عاليه مع ليل الفرنسي، بالحيان يلعب في الدوري الايطالي مع ايلاس فيرونا كذلك، ابان عن مستويات مميزه منذ يعني فتره الاعداد، فتره الاستعدادات التي تجري في الصيف الماضي. طبعا هذول لاعبين يعني ما شفناش منهم الكثير بحكم البدايه، بحكم يعني ما كنشوفوش حصص تدريبيه احنا يعني كاعلام طيله الحصص التدريبيه او تقارير يعني تدقيقيه عن مستوى اللاعبين، لكن لنا كل الثقه في اللجنه التقنيه، لنا كل الثقه في الناخب الوطني وليد الركراكي. ولو انني يعني طموحي عالي جدا، هو تحقيق لقب كاس افريقيا المقبله هو اول واخر فرصه، لا بالنسبه لنا لاننا سنفقد الشغف تماما لو لم نحقق هذه البطوله، ولا بالنسبه لوليد الركراكي الذي منحت له هذه الفرصه للاستمرار على راس نعم. الجهاز الفني للمنتخب الوطني. نعم، لكي نبقى إيجابيين يعني نتمنى كل توفيق أكيد للمنتخب المغربي، ولما لا كما قلت تحقيق لقب كأس أفريقيا 2025 في بلادنا بإذن الله. وبهذا نصل وإياك إبراهيم لنقطة ختام هذا العدد. شكرا على مرورك معنا. شكرا اخي منصف، وتصبحوا على خير انت والمشاهدين الكرام. شكرا لك، والشكر موصول كذلك لكم مشاهدينا الكرام. ولا تنسوا التواصل بكل جديد عبر مختلف حساباتنا الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.